ويا مساء الفل والورد والياسمين، يا مساء السعادة والهنا، يا مساء الرضا، يا مساء الحلويات على عيون أحلى وأجمل وأحن إخوات في الدنيا. ازيكم يا أمارات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال راحة بال راحة بال، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يريح بالكم ويصلح حالكم وأحوالكم ويجبر خاطركم جبر يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا رب يديكم ويرضيكم ويوسع أرزاقكم ويسدد دينكم ويفك كربكم ويزيح همكم وغمكم. ويا رب ترزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، يا رب ترزق كل اللي في نفسه حاجه، يا رب يرضيه بيها واكبر خاطره بيها وطيب قلبه بيها واجعل له نصيب منها، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب ما تفضحنا ولا تذلنا ولا تعوزنا ولا تحوجنا لحد ابدا، قولوا امين اللهم امين يا رب العالمين. لو كنت اول مره تشوفيني، انا لولو، دي قناتي، اتمنى تدعميني وتشجعيني بلايك حلو منك للفيديو، كومنت قمر زيك كده، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اتعبي نفسك شوية واضغطي على زر الاشتراك، فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد بنزله. ويلا نعطر يومنا ونعطر بقنا ونعطر كل حاجة نحط ايدينا فيها، واي حاجة تحط ايدك فيها كده عطريها كده بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نخش على الروتين القمر بتاع النهارده، روتين كله تشجيع وتحفيز، مليان طاقة ونشاط، مليان افكار حلوة حلوة حلوة، انا متأكدة ان شاء الله بأمر الله ان هي هتعجبك. تابعي معايا الفيديو وكمليه للنهايه، بامر الله تخرجي منه مستفاده. بتعملي ايه يا لولو؟ والله يا بنات بصوا، يعني انا جايه لكم وشي منكم في الارض، يعني مش قادره اقول لكم ان اختكم خايبه، يعني مش قادره اقول لكم ان يلا الحمد لله على كل حال، يعني مش مهم اقطع في نفسي، احنا في ايام مفترجه كده، ايه نمشيها كده بالحب زي ما بيقولوا. إيه اللي حصل؟ ايه ده يا لولو؟ وايه الشباك اللي بتدهنيه؟ بصوا يا امارات، انا نظفت معاكم التنظيفه العميقه لاوضه العيال قبل رمضان، وقلت لكم بعد والله العظيم ما غسلت الشباك وصبنته بقى ايه بربرق كده. بصيت لقيت الشباك والله وانا بقفله ضرفه الشباك اتنطرت مني في الشارع، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، ان هي ما وقعتش على عيل ماشي، ما وقعتش على عربيه حد، على اي حد معدي. ده ستر ربنا يا بنات، ستر ربنا حلو قوي قوي والله العظيم، يا ربنا دايما يسترها معانا، اللهم امين. لقيت ضرفة الشباك اللي هي الفردة دي طارت كده في الشارع، نزلت اجيبها اجركم الله، يعني ربنا يصلح حالكم كده واحوالكم، ما لقيتش فيها حته سليمه على بعضها. وديتها للنجار على اساس ان هو يظبطها لي، قال لي لا دي يا مدام عايزه ترمي في الزباله، فاداني الضرفه دي. اخدتها منه ب 200 جنيه، وزي ما انتم شايفين كده كان شكلها مش قد كده خالص. جه ركبها لي وظبطها لي، ظبط لي المقاس بتاعها وظبطها فتح وقفل، لكن شكلها ما كانش الطف حاجه خالص. طب اسيبها كده؟ مش هينفع اسيبها كده. جبت ورقه صنفره من الصنفره اللي كانت عندي، ومسكت طرفه الشباك كده من كل الاتجاهات كده، رحت مصنفراها صنفره حلوه بحيث ان تنزل كل التراب اللي فيها. جبت علبة لاكيه كانت عاملة 45 جنيه، وكان عندي فرشة، ومسكت كده ضرفة الشباك دهنتها دهنة حلوة كده محترمة، دهنتها بصراحة من الوش اللي من قدام بس. الوش اللي من ورا اللي هو بصش على الشارع ده، هي كده كده كان فيها لون، واللون تمام زي الفل، ماشي يعني ماشي الحال. دهنتها دهنه حلوه كده، فرشت كرتونه كده على الارض ودهنتها. اي حاجه في البيت حاسه ان هي فيها حاجه مكسوره، في حاجه بايظه، لو انت من الناس اللي بتعتمد على جوزها 24 ساعه في 24 ساعه ان هو يبقى كل حاجه كده في البيت، ربنا طبعا يبارك في عمره ويجعل دايما حسه في البيت، وكل حاجه ما تحلاش الا وهو لما يحط ايديها في ايده وفيها كده. فصدقيني في حاجات كتير قوي ممكن تتعطل منك، فنحاول ننجز كده، اتعلمي ان انت تشطري، اتعلمي جازفي وجربي مره واثنين وثلاثه، هتلاقي مع الوقت الموضوع ظابط. بس عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، في ناس من كتر ما انا بشيل المسؤوليه بحس ان جوزي خلاص بقى عنده، الله ده أنا ربنا رزقني بواحده ست شاطره قوي شايله عني كل حاجه، مش مشيلاني هم اي حاجه في الدنيا، ويا ريته بيقدر في الاخر، يا ريته بيقدر. فلو ربنا رزقك بالشخصيه دي اللي هي ما بتقدرش، لا معلش ارمي عليه وارمي بقلب جامد قوي قوي. لو هو بيقدر وعلى الاقل بيقول لك تسلم ايدك، كتر الف خيرك، تعبتي نفسك، ربنا يبارك لك، على الاقل تبقي حاسه كده من جواك ان هو حاسس بيكي، تمام زي الفل، دوسي في اي حاجه وصلحي وظبطي دنيتك وخلي كل حاجه زي الفل. حاسه ان هو ما يستاهلش التعب اللي انت بتتعبيه، لا خلاص حاولي تسحبي نفسك من الموضوع واحده واحده. دخلنا كده على الاوضه، انا جبت ازازه علبه اللاكيه يا بنات، دي لاكيه ابيض، جبت عليها ازازه جاز، ازازه الجاز تقريبا كانت ب 20 جنيه. فقلت انتهز الفرصه، انا كده كده كنت هجيب الجاز عشان المع بيه الخشب. ايه ده بتلمعي الخشب بالجاز يا لولو؟ اهو بصوا انا مش هتكلم خالص، العينه باينه قدامكم، انتوا شوفوا اللمعه بتاعه الخشب عامله ازاي، شوفوا الجمال والطعامه والخشب نور ازاي، مفيش احلى من كده في الدنيا. يلا صلوا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. وبالله عليكم لو لسه موجودين لغايه دلوقتي معايا في الفيديو، ارفعوه باللايك، ارفعوا الفيديو باللايك، عايزه الفيديو يكبر وينتشر كده ويوصل لاكبر عدد من الناس. اللايك بيرفع لي الفيديو يا بنات، بيخلي قناتي تتشاف، فبالله عليكم ما تبخلوش على اختكم باللايك، ربنا يعزكم ويرفع من قدركم ومن شأنكم، اللهم امين، ويديمكم نعمه في حياتي يا احلى اخوات.
شايفين يا بنات؟ جبت حته الفوطه القطن دي، فوطه عاديه قطن، حطيت عليها حبه جاز ومسكت كده السرير. بصوا ما خليتش حته فيه الا لما لمعتها. زي ما انتم شايفين كده، هو السرير بيتكلم عن نفسه. شايفين اللمعه عامله ازاي؟ هتقولي لي ريحه الجاز جامده، بتقعد قد ايه وتمشي؟ بصي ممكن اخرها ساعتين في الاوضه. لو عندك شباك مش هتقعد الساعتين اصلا، انا كمان الشباك اللي ورا السرير ده مقفول، فالريحه يعني قعدت معايا شويه، قعدت معايا ممكن تكون 3 ساعات مثلا. لكن لو عندك شباك وهتهوي الاوضه، عاوزاكي تمسكي كده الجاز تحطيه على حته الفوطه القطن كده ولمعي، وعاوزاكي تدعي لي دعوه حلوه كده من القلب لما تلاقي الاوضه بتاعتك نورت. في ناس كتير قوي تبقى متجوزه بقى لها سنين، وسبحان الله يا بنات تدخلي شقتها تحسي بسم الله ما شاء الله ان حاجه جديده، هي الحاجه قديمه بس تحس ان الحاجه جديده. ليه؟ لان هي ايدها في الحاجه اول باول، ايدها عامه في الشقه اول باول. حاجه تبوظ تظبطها، حاجه تتكسر تصلحها. إيه الخشب ده بالذات، اوض النوم والخشب ده بالذات عايز دايما ايدك فيه. ما ينفعش ان انت تاجلي الخشب بيلطخ كده زي ما بيقولوا كده من الايدين، بيطبع من الايدين، ايدينك ايدين عيالك. يا حبذا بقى لو عندك اوضه نوم يبقى لونها فاتح، فما ينفعش خالص ما تبقاش ايدك فيها يوم بيوم. حته قماشه مبلوله كده شويه ميه بصابون بكلوركس الوان، مش حابه الموضوع ده وخايفه على خشبك يبوظ، يبقى جيبي ملمع الخشب، وعايزاكي تمسكي الخشب بتاعك اول باول كده، تبقى ايه، يبقى بيبرق كده، يبقى منور. ولما الحاجه بتبقى نظيفه احنا بنبقى مرتاحين نفسيا يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده مسكت الاوضه ايه، زي ما انتوا شايفين كده هي كانت على البلاط، وفرشت البطانيه كده ايه للي عايز يريح. يعني الدنيا رمضان كل سنه وانتم طيبين ومنتشرين، كل واحد نايم له في حته. لميت كده البطانيه، ولميت الدفايه بتاعت السرير. وبعد ما لمعت الدنيا كلها خليت الدنيا كده بتبرق الخشب، مسكت الدولاب يا بنات والتسريحه والكومودينو، كله بحته نفس القماشه، بقيت ازود عليها بس حبه صغيرين بس كده من الجاز. ولمعي بقى وشوفي اللمعه وشوفي الجمال وشوفي الطعامه. والله العظيم هتعتمدي الطريقه دي. انا ما بعملش الطريقه دي على فكره يا بنات على طول، انا بعملها من العيد للعيد فقط لا غير. يعني ممكن تتعمل مره واحده بس كل سنه في العيد الصغير، حلو قوي زي الفل، والاوضه بتبقى بتلمع وبتبرق وكده كده ايدينا فيها اول باول، فالدنيا تمام. اللي قال لي على فكره التلميع الخشب بالجاز يا بنات الراجل النجار اصلا، النجار اصلا هو اللي قال لي على الفكره دي، وانا الصراحه جربتها وعجبتني جدا جدا. فدايما خلي عندك ايه، حب استطلاع. حب استطلاع في ايه؟ ان اجرب الحاجه، جربي. لكن لو كل حاجه قعدت تقولي لا والنبي اصلا مش هعمل الحاجه دي، اصلا خايفه الحاجه تبوظ، اصلا ما اعرفش ايه، انت هتفضلي طول عمرك واقفه مكانك محلك سر. لا لازم تدوري دايما وتغطي على حته الخوف اللي جواكي دي. لا احنا ما بنخافش، احنا بنجرب وبنجازف. حاجه باظت منك مره، المره الجايه تتظبط. ما بعرفش اخبز، ما بعرفش اعمل، ما بعرفش اسوي، ده انا حتى بخاف اعمل كيكه. لا جربي، مره هتبوظ ومره التانيه تتظبط. مع الوقت هتلاقي نفسك انت كل حاجه في ايدك بقت تمام وزي الفل. اقعدي مع نفسك كده وشوفي كده انت ايه العيوب اللي جواكي. كل واحد فينا يا بنات اضرب نفسه، اضرب حاله، اضرب قدراته. طيب انا على طول مخنوقه، انا على طول متضايقه، انا على طول متنكده. اقعدي جواكي كده وشوفي ايه انت اساس الخنقه دي، ايه اساس الضيقه اللي في قلبك دي، ايه اساس نكدك، ايه اساس نكدي. ممكن يكون قله الماده، قله الفلوس، ودي انا ممكن اعالجها وممكن احلها، ممكن اشتغل من البيت، ممكن احاول اسعى زي ما بيقولوا كده على مصدر رزق ليا ولعيالي. احاول على قد ما اقدر اشوف مصنع شركه بيسلموا شغل من البيت. في كتير 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 يا بنات شركات زي كده كتير جدا جدا بتدعم المراه وبتساند المراه وبتديكي شغل تخلصيه من البيت وترجعه لها. في ناس بتودي شغل كل يومين، في ناس بتودي شغل كل يوم، تروح تستلم وتسلم الشغل. طيب انا مصدر نكدي ومصدر طاقتي او مصدر اكتئابي ده ايه، ومصدر زعل ده ايه؟ غير ان هي ممكن تكون الماده الفلوس، الظروف مش قد كده. ممكن يكون جوزي منكد عليا، ممكن يكون جوزي على طول مشاكل وعلى طول خناق وزعيق والوضع مش الطف حاجه. لا انت تعرفي تقدري تلطفي كل حاجه. بيقولوا الزن على الودان امر من السحر، زني في الخير. بصوا بقى اقول لكم، بس انا لمعت الاول التسريحه والمرايه، جبت حته سلكه يا بنات، سلكه مواعين عاديه خالص، ولمعت بيها الازاز بتاع المرايه، بقت بتبرق برضه. رجعت كده ورا الدولاب، انا دقه مسامير يا بنات، دقه مسامير، ما اعرفش انتوا فاهمين قصدي ايه يعني، اكيد انتوا داقين مسامير او معلقين شماعه. انا معلقه شماعه ورا الباب، وفي حته كده تانية صغيره كده دقه مسامير، بحيث ان الشماعه بتاعت اوضه النوم فيها حته مكسره فما بتستحملش حاجات كتيره. ربنا يوسع عليا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فمسكت كده كل الهدوم اللي كانت متعلقه على الشماعه ورا الباب، كل ده اتحط في الغساله. قلت اديله غسله كده حلوه بشويه دوني، شويه معطر حلوين، وبحيث ان الاوضه بتاعتي تبقى خلاص كده فله فله. هو دي مسحه العيد وفرشه العيد يا لولو؟ ايه ده، هو انت هتفرشي قبل الهنا بسنه؟ لا يا قمره، يعني مش بفرش قبل الهنا بسنه، بس مش لازم يوم الوقفه الساعه 12 بالليل ابقى بمسح وبفرش ومشمره وعماله ادعك في الحمام وادعك، لا.
افرشي من بدري، افرشي قبل العيد بيوم، ظبطي نفسك، ظبطي حالك، واقعدي البسي بيجامتك الجديده كده، استمتعي بطبق الكحك الحلو ده، استمتعي بكوبايه الشاي، شغلي اغاني اللي هي اغنيه اهو جانا العيد ويا ليله العيد انستينا. الحاجات الحلوه دي اللي بتفرحنا، والحاجات دي اللي بتفكرنا بالذكريات حلوه، ليها ذكريات حلوه قوي قوي في قلوبنا وفي دماغنا يا بنات. فعاوزه اقول لك استرجعي ذكرياتك الحلوه دي، مش لازم تزنقي وقتك على الوقت الضايع. تيجي خلاص قربت صلاه العيد، قربت وانت تبقي برضه بتمسحي وبتعملي، ليه يا خلاص الدنيا وقفت يعني؟ الدنيا ما وقفتش يعني. لو مسحتي بدري وظبطتي حالك بدري ولميتي دنيتك بدري مفيش حاجه هتبوظ والله. انت ايديكي في الحاجه اول باول. تمام. اللي يبوظ حاجه يظبطها بالادب وبالذوق بالاحترام، مش هنزعل حد مننا، احنا في ايام حلوه وداخلين على عيد. يا رب يجعله عيد سعيد عليا وعليكم، يبقى داخل علينا بالفرحه، اللهم امين. يبقى لو انت لغايه دلوقتي اهو بكره السبت يا بنات، كل سنه وانتم طيبين. لسه مش عارفين بكره متمم لرمضان، بكره يعني واقفه ولا بكره قصدي مش عارفين يوم الاحد هيبقى واقفه ولا هيبقى عيد. يعني برضو مش عارفين بكره هيبقى واقفه ولا عيد، انا الكلام اختلط على بعضه. فلو انت لسه ما مسحتيش وفرشتي، عايزاكي ايه تتشجعي وتتنشطي بعد الفيديو ده، وتقومي تنكتي الشقه كده في وقت قياسي من هنا للصبح. خدي السهره عليها، ظبطيها كلها وامسحيها كلها، وفرشي الملايات، وخلي بس طقم الملايات الجديد بتاع العيد ده، او اللي انت مثلا مش شرط يكون جديد، تكون حلو كده نظيف، شيليه وافرشيهم الوقفه بالليل. امسكي شقتك وكنسيها كنسه حلوه، ورتبي وظبطي دنيتك، وانفخي حبه بلالين كده حلوين، فرحي نفسك وفرحي عيالك. وحطي الضيافه بتاعت العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين، حبه كحك، حبه مكسرات، حبه بيتي فور، شويه لب وسوداني. حطي كده وكنسي الشقه كلها كنسه حلوه محترمه، وفرشي الملايات بتاعت العيد، وخدي لك دش ميه العيد الحلوه القمر. حابه تحطي حنه، هنعمل مع بعض يا بنات ان شاء الله. ممكن ينزل لكم بكره الفيديو ان شاء الله بامر الله، لو ربنا جعلنا من اهل الدنيا، يا رب تجعلنا من اهل الدنيا وتجعلنا من اهل الجنه، قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. لو ربنا احيانا يعني، ممكن فيديو بكره ان شاء الله بامر الله، فيديو ايه، روتين الحلو القمر الدلع اللي انتوا بتحبوه، اللي هو ازاي تهتم بنفسك قبل العيد، وحبه مسقات حلوين، وحبه دلع، وحبه روقان، وشويه نصايح حلوين ان شاء الله بامر الله تستفادي منه. طيب انا لو جوزي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لو جوزي هو سبب نكدي، وهو سبب قرفي، وهو سبب اكتئابي، وسبب كل حاجه، وانا اعتزل زوجي، اعتزل زوجي خالص كده، جوزي ده اعتزله خالص. وما انت بتقولي اعتزل ما يؤذيك، انا واحده من الناس ماشيه بالمبدأ ده. اعتزل ما يؤذيك، اي حاجه تاذيك، اي حاجه تضرك نفسيا او جسمانيا، او حاجات كده تلعب في دماغك كده، ان هي تجيب لك صداع وتحسسك ان قلبك مقبوض كده، فلانه دي يحس ان هي ما برتاح لهاش. اي حاجه من الحاجات دي اقلبي صفحتها على طول. ما انتش مجبره تتعاملي مع ناس بيرفعوا لك ضغطك، انت مش مجبره تتعاملي مع ناس بيضايقوكي بيخنقوكي. انت صحتك وبشرتك وجسمك وحيلك وعينك زي ما بيقولوا اهم من اي حد في الدنيا. انت لو تعبتي من الضغط النفسي اللي انت ضغطاه لنفسك، طب انا مامتي بتجيب لي مشاكل، طب انا ابويا بيجيب لي مشاكل، طب انا سلفتي سبب في نكدي من الاول للاخر. اعتزلي اللي يأذيكي، اعتزلي، اقلبي صفحته نهائي. ناس ممكن تبقى من صلة رحمك، ما ينفعش تقطعي صلة الرحم بتاعتهم. ازيكم، الله يسلمكم، كل سنه وانتم طيبين، حد مريض الف سلامه عليك، في فرح الف الف مبروك، وربنا يتمم بخير فقط لا غير. حته ان انا ادخل في حوارات وكلام واطلع من الحوار بتاعك مأذيه نفسيا او مخنوقه، او انت تقولي كلمه تجرحيني او تذبحيني، لا، ما تسمحيش لنفسك كده ابدا. اوعي تسمحي لنفسك تيجي على نفسك، ولا حد يجي عليكي ابدا عشان خاطر اي حد. نفسي ثم نفسي قبل اي حد، عشان تفرحي ولادك وتحبي ولادك. لازم انت تشوفي الحاجات اللي مكسوره جواكي ايه، شوفي الحاجات اللي وجعاكي جواكي ايه. انا وجعني حاجات كتيره ومستحمله وعايشه كده ببركه ربنا، ماشي يا حبيبه قلبي، بس عايشين كلنا ببركه ربنا، بس ما انتش مجبوره تستحملي حاجات اذياكي، حاجات وجعاكي. طب جوزي سبب من اسباب نكدي، اعمل فيه ايه؟ هقول لك جوزك تعملي فيه ايه. مفيش راجل في الدنيا يا بنات ملوش سكه، ملوش مدخل. اكيد ليه سكه وليه مدخل. انت بقى اقعدي مع نفسك كده، اعرفي عيوبه ومميزاته، جيبي ورقه وقلم كده واقعدي مع نفسك كده، فري زي ما بيقولوا كده، اكتبي مميزاته في صفحه، في جنب كده، شدي خط كده من الورقه من النص، هي مميزاته كذا 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 كذا. طب عيوبه، هي مميزاته مثلا ممكن ما يكونش حنين، ممكن يكون بيصرف على البيت، ممكن بيسأل عليا، ممكن بيطبطب عليا كل فين فين. من ساعه ما اتجوزت يا اختي ما قاليش بحبك، والله العظيم مش بنقول يا بنات، بالمعامله. ممكن يبقى بيقدرك، ممكن يبقى بيكبرك قدام الناس، ممكن يبقى بخيل، بس مع البخل بتاعه ممكن يبقى حنين ازاي مش عارفه. فانت شوفي العيوب بتاعته ايه والمميزات بتاعته ايه، وحاولي تغطي عيوبه. لازم يعني مميزاته لازم تغطي على عيوبه، عشان انت تعرفي تعيشي وتستحملي معاه. ما ينفعش ابقى دايما بص على نص الكوبايه الفاضي، لا يا قلبي، بص على نص الكوبايه المليان، بصوا على الميزتين الثلاثه اللي فيه كفيلين ان هم يغطوا على عيوبه.
بيزعق بيقول بيعيد، سيبيه يا ماما، سيبيه يا حبيبتي، مش هتنقصي حته لو هو زعق وانت سكتي. سرك، خناقتك مع جوزك، امك ما تعرفش عنها حاجه، اخوك ما يعرفش عنه حاجه، حماتك ما تعرفش عنها حاجه. اعرفي كده، حطي قانون في حياتك. امي عرفت، ابويا عرف، اخواتي عرفوا، الموضوع كده خرج بره السيطره، الموضوع كده خرب. حرفيا زي ما بقول لك كده، والله العظيم كده الموضوع خرب. مشاكلي احلها في بيتي، في اوضه نومي كده. مشاكلي ما حدش يعرف عنها حاجه. متخانقه انا وهو، وفي مشاكل انا وهو بقالنا اسبوع ما نكلمش بعض، حماتي جت عليا تيجي تلاقينا بنضحك وبنهزر وبنتكلم، ولا بين لها ابدا ان انا متخانقه، ولا بين لها ابدا ان انا بيتي فيه حاجه. دايما الست الشاطره هي اللي تعمل كده. لكن تبقى حياتي كلها نكد، وحياتي كلها شكوى، وحياتي كلها ذل للي والمساج عشان يجي يصلح بيني ما بين جوزي، الخطوه دي غلط ثم غلط ثم غلط من هنا للسنه الجايه. سرك في بيتك، مشاكلك في بيتك، اكلك شربك ما اكلكيش ما شربكيش في بيتك، عشان تثبتي نفسك وما تضحكيش الناس عليكي لازم تعملي كده. اتعودي انت تستحملي، اتعودي. استحمل ايه، استحمل ايه بالظبط يعني؟ استحمل ضغط ولا استحمل عيشه؟ لا، استحملي مواقف، ان هو ان انت تعتبري بتعلمي نفسك. فاهمه قصدي إيه؟ لازم تتعلمي. موقف يعدي واثنين وثلاثه، خلاص انا اتعلمت الموقف ده، خلاص الدنيا كده ظبطت معايا، خدت قلم ما اعيدوش تاني. مسكت كده بنات السراير، روقتها ترويقه حلوه، وشلت السجاد النظيف اللي كان حاطاه تحت السرير، جبت السجاد التاني حطيت البديل بتاعه تحت، يعني بدلت السجاد، شلت النظيف وحطيت التاني برضه نظيف غيره. فرشت كده الفرن، فرشت عليها ملايه، دورت لها والله بنات كتير على مفرش، ناس كتير قالت لي حط لها مفرش حلو يا لولو، والله دورت لها على مفرش يغطيها من كل الاتجاهات، ما لقيتش للاسف. الا هو ممكن مفرش زي زي اللي انا حطاه على المكتب ده، وكانت الواناته مش احلى حاجه، وما كانش هيغطيها من قدام كمان، كان هيغطي الوش بس. فانا حابه ان انا اغطيها من قدام ومن الجناب، وتبقى كده مستوره، ربنا دايما يسترنا، اللهم امين. والاوضه بتاعتي كده جهزت على ايه، جهزت يا بنات الاوضه كده على فرشه الملايه بتاعت ليله الوقفه بامر الله، وكنست الارض كده بالمكنسه، والدنيا تمام زي الفل. تعال نشوف بقى عملنا فطار ايه النهارده. ربنا يا رب يا رب يبارك لنا في اللي بين ايدينا، ونعيش ونعمل ونعيش وندي ونعيش ونراضي، ويا رب تراضينا عشان نراضي يا رب، اللهم امين. يا رب توسع علينا عشان نوسع. احنا ما بنوسعش على حد، احنا سبب بس، احنا بنكون سبب في ان احنا نفرح حد. عملت ايه يا لولا؟ انا كنت ناويه يا بنات والله من اول رمضان، نفسي ان انا اعمل اطعام، وللامانه الامانه دي اول مره اعمله، وعجبني جدا جدا، وحبيت الموضوع قوي، مش قادره اقول لكم قلبي كان مزقطط كده من الفرح. على قدي، مش هقول لكم عملت 20 وجبه و50 وجبه، على قدي اللي موجود اللي بين ايديا. جبت ايه؟ جبت كيلو لحمه مفرومه، وجبت نص كيلو لينا، يعني كيلو في نية ان هو يبقى طالع لصاحب نصيبه كده، كل نفس اللي له نصيب في في اللقمة ياكلها، او صباع كفتة ياكله، والنص التاني لينا. عجنت كله مع بعض، وبسم الله ما شاء الله حطيت كل الاطباق اللي كانت عندي، وسبت على قدنا كده اللي هو ايه بالعدد، يعني حبه كده على قد فطارنا. عملت ازاي الكفته؟ حبه كفته، والله 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 يا بنت ربنا يشهد على كلامي، من احلى الكفته اللي انا عملتها في حياتي. طيب عملتيها ازاي يا لولو؟ آه فرمت كده يجي تقريبا كده نص كيلو من البصل، ما هي كميه عندي كيلو ونص لحمه مفرومه كلام، فرمت نص كيلو من البصل. صفيت البصل كده، خدت الميه على جنب، وخدت التفل اللي انا هستخدمه في اللحمه المفرومه، قلت ابخر كده الكبه الجديده اللي انا لسه مصلحاها. وحطيت كيس من البيكنج باودر وملح وفلفل اسود وشويه شطه فقط لا غير، بس كده. وحطيت برغل يا بنات، حطيت تقريبا كوبايه ونص من البرغل. نقعت البرغل وصفيته، وعجنت كده العجينه بتاعت الكفته، ما ضفتش اي اضافات تانية، وشويه كزبره خضراء. قعدت اعجن في العجينه عجينه حلوه محترمه، يجي في حدود ربع ساعه، لغايه لما الخيوط بتاعت اللحمه كده بانت في ايديا. ركنت العجينه كده، الكفته اللي انا عملتها دي على جنب كده، والبيكنج باودر يا بنات بيخليها هشه كده وجميله، ركنتها على جنب. قلت على بال ما اعمل الرز. هتعملي جنبها رز؟ اه عملت رز، حبه رز بشعريه كده يا بنات. ركنت كده الكفته على جنب في حدود نص ساعه، على بال بس ما شوحت الرز وولعت عليه، قلت يستوى مع نفسه كده، عشان ايه؟ ما بحبش اتزنق، انا من الناس اللي ما بتحبش تزنق نفسها خالص. الحمد لله بفضل الله بحب كل حاجه اعملها في وسع الوقت، بحيث ان لا ما احسش ان انا بلف حوالين نفسي. لما بحس ان انا بلف حوالين نفسي بحس ان انا دخت وصدعت وما بقاش عندي طاقه ان انا اكمل بقيه اليوم. وادي الكفته يا بنات، بسم الله تبارك الله، الف هنا يا رب وشفا لكل اللي كل. مسكتها كده صبعتها صوابع حلوه محترمه كده، ما عملتش صباع صغير، وما حبيتش ان انا احط ايدان الشيش كده في قلب الكفتايه من جوه بحيث انها تبقى مفرغه، لا عملت صباع الكفته كده مالي مركزه كده حلو، بالف هنا وشفا لكل اللي كل يا رب. وربنا يا رب ما يقطع لنا عاده، يا رب ما تقطع لنا عاده، يا رب تجعله في ميزان حسناتنا. ومش حابه ان انا اقول بتظاهر او بتجمل او لا، حابه ان انا احفزكم معايا، الموضوع احساسه حلو قوي يا بنات. مش شرط ان انت تعملي وجبات كتيره، انت ممكن تبقي بتعملي فطار زودي طبق واحد بس، طبق واحد بس، طبق واحد بس لحد انت تكوني بتعرفيه، وانت
مره في مره هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى لذيذ وخلاص اتعودت عليه وحبيتي الموضوع قوي، ويبقى نفسك ان انت ربنا يوسعها عليك اكتر وتعملي اكتر وتدي اكتر. يا رب تدينا وتراضينا وتوسع ارزاقنا وتسدد ديننا وترزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب تجعلنا من الناس اللي قلوبها حنينه وهينه ولينه، وما توجع لناش قلب ابدا، ولا تجعلنا سبب ان احنا نكون سبب في وجع قلب حد. تجعلنا دايما من الناس اللي بتطبطب، والناس اللي بتكبر الخواطر، والناس اللي بتراضي، مش من الناس اللي قلوبها قاسيه وجحده ابدا ابدا، مش من الناس اللي بوشين ابدا ابدا. تجعل كده اللي في قلبنا دايما يبقى ابيض زي وشنا، مش لازم وشك يبقى ابيض بشره، لا وشك يبقى ابيض معامله وطريقه واسلوب تحس ان اللي في قلبي على لساني، بس ما جرحش وما ضايقش وما زعلش حد مني. مسكت كده الكفته يا بنات، صبعتها طلعوا معايا حبه، اللهم بارك الف هنا وشفا يا رب، حبه حلوين محترمين كده. صبعتها بميه ميه البصل يا بنات. جبت الاطباق دي، وكان عندي اطباق كمان تاني برضو حطيت فيها بسم الله ما شاء الله. الرز كان طالع زي العسل، وشويه الكفته زي العسل. وكل واحد يعني الحاجات دي معموله يعني ايه بالنيه، نيتنا خير، وعشمانين في ربنا خير، واكيد ربنا يتقبلها ان شاء الله بامر الله، ويدينا ويرضينا ونزيد كمان يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. حطيت كده كل كيس، كل طبق يا بنات في حدود 4 معالق من الرز، وصباعين حلوين محترمين من الكفته، و3 معالق مثلا من السلطه، و3 بلحات حلوه قوي زي الفل، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. خلاص يا بنات الدنيا راقت عندنا وظبطنا حالنا، ورمضان خلصان، مش عشان رمضان خلاص بيخلص يبقى خلاص لو بنعمل خير نوقفه، يبقى خلاص لو احنا ماسكين نفسنا مع حاجات من اي حاجه ممكن تدينا سيئات نرجع لها تاني، لا. السنه كلها هتبريها رمضان، عاملي ربنا وعاملي الناس بما يرضي الله. عاملي الناس بما يرضي الله، ربنا دي معاملته دي حاجه تانية خالص، حاجه مفروغ منها. قربي من ربنا، استغفري، صلي على النبي كتير كتير. يا رب رديني ليك ردا جميلا يا رب، يا رب اكبر خاطري، يا رب راضيني. خلي دايما الدعاء والكلام الحلو ده في بقك، هتلاقي الدنيا عندك والله متيسره، هتلاقي نفسك مستوره كده دايما، ربنا ما يفضحكش ابدا. عملت كده، غرفت بقيه الاكل، يعني انا حطيت لهم الاكل بالهنا والشفا يا رب، طلع لصاحب نصيبه قبل اذان المغرب بدقايق. وعلى بال ما جم بالسلامه كنت عملت بقى، غرفت لنا الكفته والرز والسلطه، وبالف هنا وشفا الكل اللي كل. حطوا لايك للفيديو، اشوفكم على خير، سلام عليكم.